ازيكم؟ النهاردة هنتكلم عن كلب الراعي الهولندي او الداتش شيبرد. اولا، تاريخ النوع. بتنحدر سلالته من هولندا، وبيرجع تاريخ السلالة لسنة 1898 تقريبا. ثانيا، شكل النوع. شكله زي باقي كلاب الراعي الأوروبية، بيكون شعرته قصيرة أو متوسطة، ويكون لونه برندل أو أسود في بني مخطط. ارتفاع النوع بيتراوح من 55 ل 62 سنتي، ووزنه بيتراوح من 30 ل 40 كيلو جرام. ثالثا، استخدامات النوع. كلب حراسة ممتاز، وبيتم استخدامه في أعمال الشرطة والتفتيش عن المخدرات، وكمان بيتم استخدامه في الجيش وقيادة العميان ومساعدة ذوي احتياجات خاصة، يعني تقريبا بيعرف يعمل كل حاجة. رابعا، سلوك النوع. كلب ذكي جدا جدا وسريع الاستيعاب والتعلم، ولكنه شرس، عنده اندفاع غير طبيعي. طاقته عالية جدا لا متناهية. شجاع، مش بيخاف من حاجة، دايما منتبه ومستعد لأي حاجة. خامسا، رأي الشخص. النوع ده بيشبه كتير المريض في الشكل والطبع، ولكنه بيكون أضخم. الكلب ده طبعا محتاج تدريب كتير بدني وسلوكي عشان يبقى كلب سوي. طاقته عالية جدا، فهيحتاج انك تلعب معاه وتدربه اكتر من ساعة في اليوم. شكرا للمشاهدة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. سلام.